بص الجمال، هو كده استوى. هنقفل عليه بقى. وادي الكوسه، انا كنت قفلت عليها من شويه. الكوسه والفلفل برضو اتعملوا. اللي هو المحشي اهو اتعمل. طعم بقى يجنن بجد. ومستوي وزي الفل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا عباد الله الصالحين. ما يحلى الكلام إلا بذكر الله والرسول عليه الصلاة والسلام. حبايبي متابعين مجد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله. انا هعمل محشي يوم الجمعة بقى. الواحد ايه لازم يعمل طبيخ، يعمل حاجة ترم الجسم يعني. مش كل طول الاسبوع نشوي بتاع ده مشويات ويعني نواشف حاجات بسيطه كده. فدي مش هترم العظم زي الاكل لما تسلقي حته لحمه، تسلقي حته فرخه وتعملي. انا هعمل محشي ان شاء الله. هعمل محشي بتنجان وكوسه وفلفل. انا ببقى بحب الورق العنب، وبحب الكرنب، بس ابني ما بيحبوش. وعشان كده انا طمني اعمل بتنجان واعمل الفلفل والكوسه. انا بحب الكوسه والفلفل، والبتنجان ابني بيحبه طبعا. الواحد يعني لازم يدبر ويعمل في الايام اللي هي الحلوه ديت، الايام العسل اللي الحاجه غاليه فيه، والحاجه يعني الواحد مش عارف يعمل ايه والله. الواحد بيمسك ال200 جنيه بيتصرفوا ما بيقطعوش ابدا. بس الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. بصوا انا هعمل الاول ايه، واحده من الكوسه عشان اوريكم انا بعمل الكوسه ازاي. وتروحي مشرحاها كده عشان بس ايه تدي منظر حلو وانتي تعمليه. انا هاخد اللي اوره ده هحطه في قعر الحله بصراحه. انا هعمل لكم من كل واحده كده، وبعدين انا اقعد اكمل. انا هعمل والله لسه مش فاكره يعني. انا بقى الاسبوع ده اكلنا لحمه وفراخ كتير، مش عارفه اطلع ايه. انا هطلع المحشي اولا ما بيبقاش حلو بشوربه اللحمه، فانا هطلع فرخ. المحشي بيبقى مش حلو بشوربه الفرخ، ما بيبقاش حلو بشوربه اللحمه. انا هطلع عشان كده فرخه واعمله بيها. ادي الكوسايه اهي اتعملت زي الفل. الفلفل تعملي كده بصبعك كده هيطلع معاكي زي كده على طول. البتنجان هحط ده كده علشان انا الكوسه عايزاها. الخضار حلو قوي في السوق بس غالي. خضار غالي يعني. انا جايبه البصل والله ب20 جنيه كيلو، جايبه الاربعه ب80 جنيه، وجايبه الكوسه ب12 جنيه،
والفلفل ده ب16 جنيه، والفلفل العادي الحامي ب10 جنيه. شايفين اهي، متاخدش وقت معاكم. انا بقى هعمل كل الحاجات دي وبعدين ابقى اجي. كنت جايبه ده احط فيه السفه بتاع الباذنجان، نسيته وهنا على جنب، ما خدش بالي ورحت عامله في الصينيه، مش مشكله بقى. وده اللي هو اللي كان جوه الكوسه، هغسله واشيله عشان احطه، اغسله ونحطه في قعر الكوسه. انا عملت قورت خلاص اهو الباذنجان كله اهو، وقورت الكوسه وقورت الفلفل. هنقوم بقى نعمل ايه؟ التخديعه بتاعتنا. انا طبعا النهارده انا بعمل النهارده الحاجات دي. انا قبلها بيوم ببقى عامله بحضر للاكل، عشان ايه؟ ما اقفش كتير في المطبخ، عشان المطبخ صعب فعلا، صعب والله. ده انا قاعده هنا في الاوضه علشان الحر. فانا عملت الباذنجان والفلفل اهو. بصوا، وعملت الكوسه اهي. انا هقوم احطهم في حاجه واحطهم في التلاجة، لان هعمله بكره. النهارده الخميس، وانا قعدت قورت قلت احضر، لان عشان ايه؟ ما يبقاش الوقت ما اقفش كتير في المطبخ بالعربي. فعملتهم، مفيش الا التخديعه اعملها، واسلق الفرخه او اللحمه اذا كنت هعمل لحمه او فرخ. اما اشوف لسه هعمل ايه. حطينا الحله اهي اللي هنعمل فيها الايه؟ التخديعه بتاعت المحشي. هنحط سمنه على زيت، سمنه على زيت. لو عندك حته ليا ممكن تحطيها. انا هحط سمنه على زيت. وهنجيب بصل اهو، بصلايه حلوه كبيره. نحط عليها شويه ملح. لما تدبل نشوف هنعمل ايه. نسيبها لما تدبل بقى، وبعدين نرجع لكم تاني. دبلت اهي، نحط عليها ايه؟ شويه ثوم. نجيب شويه فلفل.
يلا اوام. احط صلصه بقى. انا بقى ايه مفرزنه طماطم احطها بقى عليها واسيبها بقى ايه تتسبك. احط بس عليها ايه ملح فلفل اسود، ملح وفلفل اسود وكمون، ده اهم حاجه. وكزبره. سيبها بقى تسبك. لما تسبك هنشوف هنعمل اتسبكت اهي، بس هسيبها كمان شويه تسبك خالص. انا حطيت لها ورقتين شوربه وهحط لها شويه نعناع بيخليها في حته تانيه خالص. نعناع نحط بقى الرز. حطيت بقى الرز اهو. التقليه بتاع ده الخضره هحطها اخر حاجه. اوريكم ازاي دلوقتي. نقفل عليه بقى ونشوف هنعمل ايه. اهي احط بقى الايه الخضره بتاعتي اهي. حزمة الشبت ب2 جنيه وصغنونة جدا عشان مش الموسم بتاعه. لما تحطي خضرة كده في الآخر تبقى خضرة وحلوة. ما تبقاش دبلانه. لما تحطيها على النار هتبقى ايه تغلي مع الدمعه والحاجه، فهتبقى زي الدبلانه. لكن كده انا هعمل الاول الكوسه والفلفل. الكوسه بقى قلب الكوسه ده اهو هحطه فين في الحل. قلب الكوسه حطيته جوه الحل عشان احط فيه الكوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تملهاش قوي، خليها كده. انا ما بوقفش الكوسه ولا البتنجان، بنيمهم ما تملهاش قوي. الشطيطه
مليانة شطة. هعمل الكوسة واحطها على النار، وبعدين اعمل البتنجان واحطها على النار. انا بحب اعمل الكوسة لوحديها والبتنجان لوحده. ساعات بعمل كده وساعات كده، على حسب يعني الوقت وكده. انا بحب المحشي بتاع الكوسه قوي قوي، عشان كده انا بجيب الكوسه. بس انا ولادي ما يحبوا، يعني انا عندي بنتي هتاكل الفلفل وابني هياكل الباذنجان، لكن انا بحب الكوسه. لما تحط الشوربه ما تحطيش شوربه كتير، لان الكوسه اصلا بتنزل ميه، عشان الكوسه ميه. طعم ايه بس الشيطه. انا كنت حاطه في الدمعه اللي شايلاها في الفريزر، اتاريني كنت حاطه فيها فلفل، نسيت. رحت حاطه انا بقى ايه، بحط الكوسه مع الفلفل. البتنجان بحط معاه قرن واحد بس، عشان ايه؟ يعمل ريحه. لكن الكوسه بحطها مع الفلفل، لان السوا بتاعها بيبقى قليل شويه. كده عملت انا الكوسه والفلفل، هقوم احطهم بقى على النار واغطي عليهم، وبعدين نعمل البتنجان. انا حطيتها اهي، هحط بقى الشوربه عليها.
حطيت الخضره هنا اهي، اللي هي بتاعه الرز بتاعه الشبت والبقدونس والكزبره، عشان احط على البتنجان. وادي هنحشي البتنجان. برضو ما تملهاش قوي عشان ما تخرجش من البتنجانية في الحلة، يعني سيبي حتة زي كده. طيب انا يا جماعه هخلص دول وبعدين هرجع لكم عشان ما ياخدش الفيديو ما ياخدش وقت كبير. حطيت اهي الحله على النار، احط بقى الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. حاول اجيب لك قد. طيب كده حطيناها على النار بقى تستوي، بتستوي بقى ايه؟ دي الفراخ اهي.